من اسكندريه الجميله، من شارع روزيتا او رشيد او شارع فؤاد، حاليا اقدم شوارع اسكندريه يمكن مصر المحروسه كلها. خلفنا دار اوبرا اسكندريه او مسرح سيد درويش. هندخل شارع البخت، هنشوف فيه، هنزور مكان لطيف هتشوفوه دلوقتي، البخت. وهنروح في مكان يحمل نفس اسم الشارع، نعرف حكايته وقصته ايه. مساء الخير. مساء الخيرات. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. ميرسي ميرسي. المهندس اشرف عوض وجاليري البخت. ايوه. وممكن تسمح لنا بشويه وقت نعرف الحكايه؟ اهلا بيك. ميرسي، شكرا لحضرتك. شكرا. اهلا وسهلا، وحلقه جديده من حلقات غواص في بحر الانتيكات، وحلقتنا النهارده في شارع البخت وجاليري البخت والمهندس اشرف عوض، وحلقه خاصه عن النوادر من الالات الموسيقيه. ان شاء الله تستمتعوا بيها. تمام. قول لنا ايه حكايه البخت بقى؟ حكايه البخت، احنا لما بدانا نعمل محل، طبعا لازم نسمي هذا المولود. عرضت الامر على اصحابي ومعارفي في اختيار الاسم. فكانت اسماء كتير يعني. ولكن خطر على بالي الاسم يكون تابع للمكان، زي مثلا رفاعة الطهطاوي كان من طهطة، المنياوي من المنيا. بس اللي ساعدك ان اسم الشارع اسمه مميز. فالشارع فلقيت انسب حاجه ان نسمي المحل البخت، علشان يبقى مولود باسم ابوه. باسم ابوه. شارع البخت وجاليري البخت، ونقول بقاله كام سنه الجاليري؟ ده بقاله 12 سنه، ولكن قبل كده كان نفس النشاط بس كان موجود في منطقه العجمي. انا عارفه ان حضرتك كان عندك جاليري كبير قوي في منطقه العجمي تحت اسم تاني. ما كانش ليه اسم. ما كانش له اسم، كان معروف بجاليري معروف. اشرف عوض. معروف ان انا موجود في هذا المكان والناس بتجي لي فيه، ولكن المنطقه لما اختلفت رواد المنطقه يعني او سكان المنطقه ما كانش ينفع ان انا اقعد في هذه المنطقه. فجيت بقى الاسكندريه القديمه الكوزموبوليت وشارع فؤاد. ايوه، شوارع المدينه. ويمكن مصر لان احنا بنشتغل في الانتيك، والانتيك لها بتنم عن الماضي. والمكان هنا له ماضي، فاصبح شكلا وموضوعا هو ماضي مشرق بالظبط كده. وان شاء الله حضرتك يكون كويس. تسمح لنا ناخد بقى جوله كده في الجاليريه عند حضرتك؟ اتشرفي. اهلا بيك. شكرا يا فندم. شكرا. نورتونا. اتفضل. شكرا. باشمهندس اشرف، يعني انا كده لما اخدتوك في الجاليري، حضرتك الجاليري متميزه فيها حاجه انا ما شفتهاش في اماكن تانية، ان عندك انواع مختلفه من الالات الموسيقيه، او كل حاجه بتطلع مزيكا. ده كان مقصود؟ لا، ما كانش مقصود. هي الفكره كلها ان كل حاجه لها طاقه بتطلع مزيكا. حتى الجماد بيطلع مزيكا. بس هي العمليه كلها بترجع للتجاره او التيست. فانا بفضل التيست في اقتناء الاشياء اللي هي يكون لها تاريخ، لها معنى، لها اثر على النفس البشريه، بتعمل نوع من انواع البهجه او السلامه. طبعا على المستوى الشخصي عندي فضول اعرف. ده بيرجع للثقافه. لا، انا على المستوى الشخصي عندي فضول اعرف، بتحب المزيكا؟ بحب المزيكا. طبعا. طيب هنشوف بقى في رحله حب المهندس اشرف عوض للمزيكا، ونبتدي بالهورن ده. تحكي لنا تاريخه ايه؟ هي الهورن اللي هي الموسيقى النحاسيه او الالات النحاسيه اللي كانت بتستخدم في
الحروب، في المارشات العسكريه، في الاستعراضات. وبعدين استعملت بعد كده في عمليه الاوركسترا السيمفوني كنوع من انواع الاصوات المستحبه ودمجها في مع الالات الثانيه. طب ده الاوريجن بتاعه ايه؟ ده فرنش هورن، ده فرنساوي في الاربعينات. في الاربعينات. وصالح للاستخدام؟ عايز صيانه. عايز تمام. وسهل يعني. نيجي بقى للجرامافون بقى. هي الجرامافونات متعدده الاشكال. ده جرامافون ببوق، ولكن هو محتاج برضه صيانه بسيطه. لكن عندي اشكال تانية. طب حضرتك قلت جرامافونات متعدده الاشكال. انا شايفه ان هو ده له الهورن بتاعه، وكمان اشتغل مانيوال. ما هو مانيوال، كل الكلام مانيوال. كل المانيوال، ما فيش كان في حاجه الكتريك. ما في جرامافونات تانية احدث بقى، دي قصه تانية. ده دخل بقى عليها الالكتريك وبتاع وكلام من ده، لكن ده المنافله دي بتاعته مش كده؟ ده المانيوال بتاعه بيتمنى. وفي ده من الجرامافونات برضه. ده حاجه اسمها هيز ماستر فويس او سيدو. هيز ماستر فويس، اللي هو عباره عن حاجه كويسه. ده برضه لو حبينا نسمع. ده عبد الوهاب. ده عبد الوهاب. طيب ممكن اعرف قرب منه؟ فايدة دي ايه؟ الادراك دي بتطلع الصوت السماعه. السماعه يعني لازم تتفتح عشان تطلع الصوت بصوره افضل، او اقلل الصوت لان ما فيهوش فوليوم. فهي عن طريق السماعه تحت. طب ممكن نتعرف برضو على الادراك دي دول ايه دول؟ ده الفتح والقفل بتاعه. لا انا بتكلم عن دي حرفيا الابره. وده السماعه بتاعته. ودي السماعه ودي الابره اللي بتنقل الصوت على. طيب انا عارفه الاسطوانات كان في انواع مختلفه من الاسطوانات، في اسطوانات من الشمع على ما اعتقد. الشمع ده كان بيسموه السلندر. ده البدايات بتاعت الجراموفون. وبعد كده ظهرت الاسطوانات اللي هي اسطوانه، رغم ان دي مش سلندر. اسطوانه يعني سلندر. اصلها السلندر بتاع الشمع، عشان كده كان بيتقال عليها اسطوانه. دي معلومه. مش اسطوانه. فجاء كلمه اسطوانه من كده، رغم ان دي قرص تعتبر اسطوانه ديسك يعني. ده سيركل مثلا او هو ديسك كده دلوقتي. فكلمه اسطوانه جت من اسطوانات الشمع اللي هي اول فيرجن للاسطوانات اللي كانت بتطلع صوت. وكانت شارلي شابلن. وبعد كده ظهر حاجات ميوزك بوكس. يعني بتطلع مثلا نغمه 2 3.